بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن القيادة العامة للواء فلوجة حوران. تم تحرير مدينة طفس بالكامل من كافة المواقع العسكرية والحواجز الأمنية والقطاعات العسكرية المتواجدة في مدينة طفس. نحن قيادة لواء فلوجة حوران نعاهد الله والرسول والوطن وروح الشهيد ياسر عبود أبو عمار قائد لواء فلوجة حوران أن نبقى مستمرين على عهدنا وعلى وعدنا بالتحرير ومحاربة بشار الأسد أينما كان في كل مكان وزمان. نحن باقون على العهد يا أبو عمار، عهدنا لن يتغير. نحن إن شاء الله مستمرون بالتحرير، فنحن لواء فلوجة حوران كالأشجار في بلادي، لا نركع إلا لله ولا نموت إلا واقفين. ونقول لأبو عمار ابشر يا أبو عمار، فلواء فلوجة حوران على العهد باقون. ابشر يا أبو عمار، فلواء فلوجة حوران على العهد باقون. نحن أهل الأرض والأرض موعدنا. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله 26/10/2013 درع مدينة طفس لواء فلوجة حوران.